ودي حاجة جميلة وسريعة ولذيذة لجوع آخر الليل للناس اللي عاملة دايت، الناس اللي بتحاول تحافظ على وزنها. بجد الساندوتش ده هيكون إدمان ومناسب جدًا ليكم، وهيكون حلو أوي ومفيد صحّي جدًا، جدًا، آمن لو كلتوه بالليل متأخر ما فيش منه أي ضرر. مجرد ما هتشوفوا مكوناته أنتم هتعرفوا هو قد إيه آمن وصحّي ومفيد. حطي لايك للفيديو واشتراك في قناة إبداعات منى. هاتي كده معايا بيضتين، ممكن تزودي زي ما انت عايزة وممكن تقللي. انا عملت بيضتين، حطيت قرن فلفل، ممكن تحطيه بارد حامي براحتك خالص، بس هو بيدي طعم حلو جدا. حطي شوية فلفل اسمر عشان خاطر البيض. حطيت زيتونة واحدة قطعتها صغير خالص، برضو لو مش بتحبي الزيتون ما تحطوش. فعلا فعلا السندوتش سهل جدا جدا، هو الاساسي فيه البيض والجبنة القريش. بعد كده حطي بقى الحاجات اللي انت بتحبيها، بس هو الاساسي فيه بيض، جبنة قريش، ومعلقتين زيت زيتون. لو مش عندك زيت زيتون ما تحطيش، مش مشكلة، عشان احنا مش عايزين نحط الزيت العادي، عشان احنا عايزينه يكون صحي فعلا ومفيد. تاكليه الصبح، تاكليه بالليل متأخر، هيكون آمن جدا ومفيش منه أي ضرر. كده انا ضفت معلقتين من زيت الزيتون وكمان معلقتين من اللبن، ودول اختياري. اللبن مش مهم خالص، مش اساسي، انا ضفتهم كده عشان خاطر عايزه القوام ينعم معايا بسرعه. فضفت معلقتين معلقتين اللبن. مش موجود اللبن، هم ملهمش اي لازمه خالص، بس انا بحاول اخلي السندوتش يكون مفيد اكتر. يعني لو كان في زبادي انا كنت حطيت معلقه زبادي. بحاول احط حاجه تكون مفيدة، يعني دي كل نيتي وكل هدفي ان الساندوتش يكون مفيد جدا جدا، وما يكونش فيه دهون ولا فيه اي حاجة، ولا فيه دقيق، ولا فيه اي حاجة خالص، علشان خاطر اللي حابب ياكله بالليل ياكله الصبح كده هيكون خفيف برضو. فعلا فعلا هو حلو قوي للعشاء، للفطار. قلبوه كده بالشوكة، يعني اطحنوه كده بالشوكة، فرموه كويس قوي قوي بالشوكة، وبعد كده هاتوا المضرب اليدوي قلبوه. لو عندكم زعتر حطوا الزعتر، هيكون حلو قوي قوي، وهيدي معانا طعم حلو للسندوتش جدا. الحاجة اللي عايزين تحطوا حبة البركة حطي حبة البركة. قلبي كده المكونات. انا ما حطيتش ملح لان انا حاطه الزيتون، والزيتون كان حادق شويه، فيعني براحتكم. ويا ريت بقى لو هتحطوا شويه ملح صغيرين يكون ملح هيمالايا، احنا عايزين الموضوع يكون يعني مفيد جدا. اخر حاجه معانا انا حطيته على اللهم صل على سيدنا محمد، على ورق الزبده. بلاش تعملوا الخطوه دي لانه هيلزق معاكم، عشان خاطر السندوتش ما يلزقش ويطلع بالشكل اللي هتشوفوه معايا. هاتوا كده شويه دقيق من دقيق البسبوسه، تحطوه كده في الصينيه من تحت كده، هيطلع معاكم اي حاجه بقى عايزينها تطلع، ما تلزقش، تكون خايفين ان هي تلزق، حطوا تحتها شويه دقيق. البسبوسه فعلا اختراع حلو قوي، والسندوتش بيطلع معايا كامل كامل كده، ولا لزق ولا اي حاجه. هقول لكم بقى هنا على بديل السكر، وده اختراع حلو قوي ومفيد اكتر واكتر. يعني بصراحه الفايده هنا، انت هتخشي هنا هتستفادي، يعني هتستفادي. بديل السكر هو البلح العادي بتاعنا خالص. انا بعمل بيه الشاي بلبن، بيكون حلو قوي قوي بجد بجد. يعني هعمله في فيديو كده لوحده، يكون صغير، من كتر جماله ومن كتر الفايدة اللي هي فيه. فعلا فعلا لازم تجربوه. يعني الغي السكر خالص، الغيه خالص، وحطي حتى لو بتحطي معلقة، حطي بلحية واحدة، طبعا على حسب المج اللي انت بتعمليه. معاكي لحد 3 بلحات حطي، وحطي اللبن على البلح كده وهو سخن، والشاي وهو سخن هيعمل معاكي طعم جميل جدا. وهتاخدي شاي بلبن او لبن عادي، يعني على حسب الحاجة اللي انت بتفطري بيها، هتاخدي طعم حكاية والله احلى من السكر بكتير قوي. وطبعا السندوتش هنا انتوا شايفين طري وشايفين الجمال طالع معايا بكل سهولة. حطيت تحتيه زي ما قلت لكم كده شوية دقيق من دقيق البسبوسة في الصينية كده من تحت، رشيتهم في الصينية من تحت، وحطيت الخليط كده، دخلته الفرن على درجة حرارة عالية عادي. هو مش بياخد كتير في الفرن، ربع ساعة يعني، ما تحطوهوش وتمشوا، خليكم كده مركزين مع الفرن. هو مش بيكمل حاجة، شغلي من فوق ومن تحت على اعلى درجة عندك، مش مشكلة، يعني 250 200، مش اقل من كده، عشان مش عايزينه ينشف معانا. هنا بقى يعني مش قادرة اقول لكم هو طالع جميل قد ايه وطري، والسهولة والجمال والحلاوة.
بُصّي هو حلو أوي بالجبنة، يعني أنا حطيت عليه كده جبنة قريش والله جميل جدًا، بصراحة يعني خطير. يعني مفيد جدًا، الناس يا جماعة اللي مش بتحب الجبنة القريش هي حاجة كده مفيدة وجميلة أوي، دخّلوها في الوصفات اللي زي كده وخدوا فايدتها، لإنها مفيدة جدًا أحسن من الجبن العادية، أحسن من الجبن اللي إحنا عارفينها طبعًا، يعني عايزين كده نبعد عنها شوية أو شويتين، هاتوا كده الجبنة القريش دي اختراع وحاجة كده جميلة وبيتعمل بيها وصفات كتيرة أوي، شغالة معانا بنعمل منها حاجات جميلة أوي. لو عجبكم الفيديو، لو عجبتكم الفكرة بتاعة الساندوتش الصحي الجميل اللي إن شاء الله هتاكلوه بالليل كده هيشبعكم، يعني هتشبعوا. قطّعوا بقى جنبيه كده خيار، طماطم، دلّعوا نفسيكم، يعني بجد الموضوع حلو أوي، الموضوع يستاهل التجربة، يعني لو ما جرّبتوش الساندوتش ده بالطريقة دي يبقى أنتم الخسرانين بصراحة، والله طعمه حلو أوي، لفايدته مفيد أوي وصحّي سريع، وبالذات الناس اللي بتسهر حلو ليكم، جرّبوه مُشبع أوي، حطّوا عليه كده جبنة قريش زي ما أنتم شايفين كده اعملوا الطبق كده قطّعته بقى كده وحطيت جنبيه خيار، حتّة جبنة قريش، قرن فلفل، كوباية شاي بلبن، لأ كده آخر دلع بصراحة، الموضوع حلو أوي، هي الموضوع كلّه الأساسي في الساندوتش بيضتين وقطعة جبنة قريش، حطّي بقى عليهم شوية فلفل أسمر زي ما شُفتِ كده معانا أو اضربيهم كويس أوي، واخلطي فيهم الحاجات اللي أنتِ عايزة تحطّيها، أي طعم أنتِ عايزة تحطّيه حطّيه، أهم حاجة عندي جرّبي الحاجة اللي تلاقيها مفيدة وصحّية بلاش تكسّلي، جرّبيها مجرّد ما تجرّبيها مرّة وتشوفي الجمال والحلاوة وكلتِ كده حاجة خفيفة مش هتحسي بتُقل كده ولا حاجة، هتقومي تجرّبيها تاني.